السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. كل الناس اللي عايزة مقشرات، وكل الناس اللي عايزة جسم حرير، وكل الناس اللي عايزة بياض ناصع، وكل الناس اللي عايزة نعومة السيراميك وحاجة كده فواحة ولا أروع من كده. احنا عملنا قبل كده ملح الحليب الإماراتي، هنقوله في نبذة مختصرة كده، وهقولك اللي أحلى منه كمان أحلى منه. المكيال اللي هتكيلي بيه يبقى ايه؟ مكيال مثلا لو هنقول كوباية يبقى كوباية ملح، كوباية سكر، كوباية لبن بودرة، كوباية شاور جل من بتاعك العادي خالص خالص، ان شاء الله يكون اي حاجة. والاحسن من الشاور جل ان انت تعملي الصابونة اللي احنا عملناها اللي هي صابونة الغار، وتدوبيها في مية ورد وتحطيها على الخامات دي او المكونات دي. وكمان تحطي عليها ايه؟ معلقه بيكربونات الصوديوم او كيس بيكنج باودر. هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها بقى بتفور، وبصي مش عايزه اقول لك. والوصفه دي حلوه حلوه حلوه. اللي احلى واحلى واحلى وهيخلي جسمك كله ميه واحده، التشقير. التشقير يا اخوانا الخلايجه بيعملوه، وبيعملوه بتقنيه حلوه جدا جدا. النهارده انا هقول لك ازاي تعملي التشقير. طيب، انا عايزه اقول لك ان التشقير بيتعمل بالبودر العادي جدا اللي بتفتحي بيه شعرك، تمام؟ طيب، في حاجه تانية احلى واحلى. التشقير كمان بيتعمل بالصابون المبشور. ازاي يا ابله اماني؟ هقول لك اهو. انت هتجيبي الصابونه العاديه بتاعتنا المبشوره، ولتكن صابونه غار، صابونه نابلسي شاهين، صابونه جريسلين، اي صابونه، مش هقول اسامي تانية اللي هي اسامي الايه المقاطعه. تبشري الصابونه، اللي هو تبشري الصابونه كلها، وعايزه تخليها تعملي جسمك كله. ممكن هناخد نص الصابونه فقط، تمام كده، نص الصابونه بس. وهتجيبي لي كوبايتين ميه ورد وتقلبي فيهم الصابونه، تمام. وبعد كده تجيبي لي ازازه اكسجين اللي هو من الصيدليه. عايزه الاكسجين النون المتحمل على بلسم، الاكسدانت المتحمل فيه منه 3 تركيزات، تركيز 20 و30 و40، يا اما في 1 و2 و3، يا اما في 10 و20 و30، تمام كده. هناخد منه اللي ناخد اقل تركيز اللي هو ال20، ونضيفها على الصابونه ونقلب، هتلاقي فوران كده وحاجات غريبه، تمام. خدي بقى ندي جسمك بالراحه وتحت الميه، ندي جسمك بالراحه، ده من غير ليفه. التشقير من غير ليفه خالص، لا تقولي لي ليفه مغربيه ولا سيليكون ولا اي حاجه بايدك. انا ممكن اقوم اعمله لك دلوقتي قدامك على الحنفيه، وتشوفي انا هبقى بيضه قشطه ازاي. قشطه، قشطه، عارفه يعني ايه قشطه؟ بص، بياخد في وشه كل حاجه، بجد وصفه بتاخد في وشها كل حاجه. لو عندك هدف صغير ومش عارفه تجيبيه بالسويت او بالواكس او باي حاجه، بيصفر خالص، ومره على مره على مره ما بتلاقيهوش تاني. بمعنى اصح البصيله بتضعف او بتنحرق او بتشيط زي ما بيقولوا، بس بتضعف خالص خالص من الاكسدام. انا عايزاكي تبقي حرفيه في استخدامه. اولا، اقل تركيز اللي هو الاكسدانت او الاكسجين، اقل تركيز، وتبقي تحت الميه. هنعمل ايه الاول؟ هتجربي الاول على رجليكي السقان كده، حتى لو فيها، بصي، لو فيها كميه شعور غير عاديه. لو عايزه تعمليه قبل السويت او الوكس يبقى حلو، عشان بيضعف الشعريه خالص وبيبقى سهل يشيلها. واندر ارم وبكيني والدنيا فله فله. لو انت سمعتي كلامي وحطيتي فنجال، دي كميه صغيره جدا، فنجال من الاكسدانت ده على النص لتر الميه اللي احنا مدوبين فيه النص صابونه، تحفه التحفه. المقدار ده حلو جدا جدا جدا. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ بيبي اويل عندك ماشي، ما عندكيش هتجيبي لي فازلين العادي بتاعنا خالص، اي براند، تحطيه لي في حمام ميه، وتحطي عليه برضو البيبي اويل، او تخففيه باي زيت عندك. لو جبتي زيت برافين من عند العطار برضو عادي جدا، وتحطي عليه مكعب مسك، وتخلطي كويس جدا جدا. تلبسي لي ملابس قطنيه، ملابس فاتحه، ملابس فضفاضه، وقولي لي ايه الجمال والقمر ده. وربي قسما بالله، زبده، يعني هدومك ممكن تتزحلق من عليكي كده وتبقي زبده. تحفه التحفه التحفه التحفه. استخدميه على ايديكي وعلى رجليكي وعلى كل مكان، واشطفي بسرعه ورطبي لي. اهم حاجه عندي تشطفي كويس جدا جدا جدا. حلو قوي قوي. الفيديوهات اللي جايه بقى هيبقى فيها صبغه وحاجات تانية وكده، فيعني انا عايزاكي تلتزمي معايا عشان نعيد كده ان شاء الله كلنا باحلى احلى حاجه. نكمل بقى ونقول ان احنا عملنا، فاكرين الصابون بتاعنا القمر؟ عايزه اقول لكم ان انا عملت منه ده بدم الغزال، احلى مورد للجسم، وده من الشاور الجل العادي بتاعك خالص.
شاور الجل بتاعنا حطيت عليه عشان يبقى مقشر، انا حطيت سكر وملح وشاور جل ونص كيس، لو حطيتي كوبايه ملح على كوبايه سكر وحطيتي عليهم كوبايه شاور جل وتحطي عليهم كيس بيكنج باودر، وده يعني شويه دم غزال على طرف المعلقه، ده هيخليكي وردي ويخليكي قمرين ويخلي الدنيا حلوه قوي 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 قوي، وتشطفي كويس وترطبي وتعطري لي كل حاجه. ايه رايك؟ اظن كده وفيت وكفيت. كل الناس اللي بتسالني على فيديوهات الصبغه حاضر، كل الناس اللي بتسالني على البرشام اللي على الفيسبوك اللي هو نفخ ومكمل غذائي حاضر، اسالي عليه واعملي سيرش عليه. هو انا مش بحب اقول حاجه بس هو سعره غالي شويه، بيعدي 1500، فانا ممكن اعمل لك برشام زيه بالظبط 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 من الحلبه والعجوه، واخليكي تبلبعيه في نفس الوقت ويعمل لك نفس الافكت. وجربي اعملي سبسكرايب للقناه عشان الفيديوهات اللي جايه لا فيها راحه ولا بالراحه. ويلا بينا.